لكن اعذرني دكتور محمد، أنا حينما أسمعك تتحدث عن الآخر الذي يشكك أو الذي يعارض، على هؤلاء المعارضون لهم تكوين علمي أو مؤهل علمي؟ أنت تتحدث على أن الجامعات والكليات العلمية في العالم متفقة على ما تذكر. نعم. إذن من هو هذا الطرف الآخر الذي يعارض؟ أهم علماء متخصصون أم كما سميتهم أنت بغالي الملاحدة؟ في الحقيقة يعني هناك أمور في القرآن والسنة يقول المولى عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا بد أن يكون آخر، إما أن يكون مؤمنا فينطلق من قوله سبحانه وتعالى: آمنا به كل من عند ربنا، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون الوحي وكانوا يرون المجتمع يتغير ويأتيهم الوحي بأمور لا يعرفونها، فكانوا آمنا به كل من عند ربنا. فهناك أمور تتحقق أمام أعينهم وهناك أمور لا يعرفونها، فيقول نحن هذا كله من عند الله. ونحن الآن كذلك نعيش في القرن 21، نرى يعني كل ما قاله القرآن يعني لم تتوصل إليه البشرية إلا حديثا، فنقول الباقي المعطيات الأخرى التي لا نعرفها هي من عند الله عز وجل، لأن هذه المعطيات الأخرى يعني التي توصلنا إليها هي من عند الله، فكل هذا من عند الله عز وجل. إذن الآخر من هو؟ الآخر هل هو في مستوى هذا الآخر أنواع. فمنهم يعني الجاحد الذي يقول عنه الوحي ويعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هذه أمور نحن نقول مرجعنا فيها هو تاريخ العلوم، وبالتالي يعني لا يمكن أن يكون هذا إلا وحي من عند الله عز وجل. أنا أراكم دكتور تصرون على تاريخ العلوم دائما. هذا طبعا هذا الحكم بيننا وبينهم، هو في جميع العلوم ليس في هذا فقط. نحن أعطينا نموذجا بعلم الأجنة، لكن هذا في جميع العلوم، في علوم الفضاء، في علوم الأرض، في كل يعني قاعدة بيانات. القرآن والسنة يقدمان لنا قاعدة بيانات واسعة جدا يعني في كل هذه النقط يعني القرآن يعطينا يعني أمورا لم تكن في علم البشرية. إذن ذكرت النوع الأول وهو الجاحد الذي استيقن ولكنه يجحد. هناك أنواع آخرون؟ طبعا هناك يعني من هم من الداخل، من يعني عنده جهل مركب. من الداخل أي من داخل البيت المسلم؟ مع الأسف من المسلمين، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى عندما نقول بأن هذا الكلام هو من عند الله، فهذا في الحقيقة يلزمنا بمجموعة من الالتزامات على مستوى السلوك، على مستوى السلوك السياسي، السلوك الاقتصادي، السلوك الاجتماعي. الإيمان ليس فقط يعني مرتبط فقط بجانب ضغطة العواطف، لكن هذا مرتبط بقضايا وشؤون أساسية يعني مرتبطة بالحياة السياسية، بين يعني علاقة الحاكم بالمحكوم، مرتبطة بالجوانب الاقتصادية، التعامل بالربا مثلا، أو التعامل بالمعاملات الإسلامية، ومرتبطة بالحياة الاجتماعية في مسألة الأسرة وقوانين الأسرة. هذا كله يعني إن شاء الله نفصله في فيما تبقى من الحوار.